أهلا بيكم في حلقة جديدة من أسرار مع أسماء. النهاردة جايبالكم حكاية، مش مجرد قصة تتسمع وتتنسي، لكن حكاية ممكن تغير طريقة نظرتنا لنفسنا ولحياتنا كلها. هحكيلكم عن بنت حقيقية من اليمن، بنت كان المفروض صوتها يضيع وسط الزحمة، لكن صوتها وصل لآخر الدنيا. دي حكاية الطفلة نجود اللي قالت لأ في وقت كان السكوت هو المسيطر. نجود كانت طفلة زيها زي أي طفلة، كانت تصحى الصبح بدري تلعب مع اخواتها وتروح المدرسة. كانت بتحلم تبقى مدرسة أو دكتورة. أكبر مشكلة بتواجهها في يومها هو واجب المدرسة أو لعبة ضاعت منها. لكن في بيوت كتير الأحلام بتقف فيها بدري قوي. في يوم سمعت كلام الكبار، وفي زيارات غريبة وكلمة بتتكرر: العريس. هي ما فهمتش عريس لمين، هي لسه مجرد طفلة. أهلها قالولها إن الجواز ستر، وإن ده أمان ليها، وإنها هتبقى مبسوطة. لكن محدش سألها عن رأيها، ولا سألها انتي مبسوطة فعلا ولا لأ. لبسوها فستان أكبر من سنها، وحطوها في حياة أكبر من عقلها. وفي ليلة واحدة اتنقلت من حضن أمها لبيت راجل غريب أكبر منها ب20 سنة. هنا بدأت الحقيقة اللي محدش حكاها لها. البيت الجديد ما كانش أمان ليها، والكلام الحلو اختفى بسرعة. تخيلوا بنت عندها 9 سنين اتطلب منها تبقى ست بيت وتستحمل حاجات أكبر من أي طفلة. كانت بتستخبى وتعيط وتسأل نفسها كل ليلة: أنا عملت إيه عشان أعيش كده؟ أصعب حاجة مش الوجع نفسه، أصعب حاجة إنك تحسي إن ده قدرك وإن مفيش طريق للخروج. وفي مرة وهي بتزور أهلها حكت لأمها جزء من اللي بيحصل لها. الأم كانت خايفة، خايفة من المجتمع ومن كلام الناس، بس قالت لها جملة صغيرة: لو مش قادرة دوري على حد يسمعك. الجملة دي كانت أول خيط نور للطفلة دي. الطفلة دي راحت للمحكمة وهي بتترعش. الحراس استغربوا: انتي جاية لمين؟ قالت لهم: أنا عايزة القاضي، عايزة اتطلق. القاضي بصلها وشاف قدامه طفلة صغيرة مش ست كبيرة. سمع حكايتها كلمة كلمة، والأول مرة حد كبير يقول لها انتي ليكي حق. الجملة دي رجعت لها روحها. وهنا بدأت القضية. الناس اتكلموا عنها والصحافة وصلت لهم، وفجأة صوت نجود بقى صوت قضية كاملة. وبعد شهور من الصراع في المحكمة، نجود أخدت حكم الطلاق ورجعت مدرستها، رجعت تلعب، رجعت تبقى طفلة. لكن الأهم إن قصتها غيرت قوانين ووعت ناس كتير عن جريمة اسمها زواج الأطفال. بنت واحدة وقفت قدام العالم كله وخلته يتحرك. يمكن لو تسمعيني دلوقتي تقوليلي دي قصة بعيدة عني، بس الحقيقة إن في نجود جوه بنات كتير. في بنت مجبورة على طريق ما اختارتهوش، في بنت ساكتة في علاقة بتوجعها، وفي بنت خايفة تقول لأ لأهلها، وفي بنت فاكرة إن مفيش اختيار. القصة دي مش قصة الطفلة نجود وبس، القصة دي عن كل بنت صوتها مكتوم. نجود ما كانتش أقوى واحدة، هي بس كانت أصدق واحدة. علمتنا إن الشجاعة مش صوت عالي، الشجاعة خطوة صغيرة في وقت خوف كبير، وإن كلمة لأ ممكن تنقذ عمرك ومستقبلك كله. تخيلي كده لو نجود كانت سكتت، كان العالم هيكمل عادي، بس هي اختارت تتكلم. وانتي بقى ايه الحاجة اللي مستحملة فيها وساكتة؟ وامتى هتقولي لأ؟ سيبيلي اجابتك في الكومنتات، واكتبيلي ايه اكتر موقف حسيتي فيه انك محتاجة تبقي شجاعة.